السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة جايبة لكم وصفة من اللي قلبك يحبها، كباب حلة. الأكلة اللي على قد بساطتها بتخلي البيت كله ريحته طعامة، وكمان عملتها بطريقة بسيطة جدا تخلي البصل يدوب كده ويتكرمل وياخد لون الكرملة الحلوة اللي كلنا بنعشقها. خلينا نشوف مع بعض الطريقة. سمي الله وصلي على الرسول، ويلا بينا نبدأ وصفتنا النهاردة في كباب الحلة. انا جبت نص كيلو لحمة قطع صغيرة كده. طبعا القطعية براحتك، فليتو كولاطة تريبيانكو براحتك. واربع خمس بصلات هقطعهم جوليان. هنقطع البصل كده زي ما قلنا، هنقطعها جوليان. انا ماليش في تقطيع البصل كده، انا متعوده اقطعه كده الصراحه. بس ايه، هنعملها سوا. لما بتقطعيه جوليان كده بيتكرمل معاكي حلو، والبصل الابيض احلى في الوصفه دي، احلى من الاحمر، عشان البصل الابيض هيديكي تسكيره يعني وهيتكرمل معاكي بطريقه حلوه قوي، اللون هيبقى حلو قوي. احنا كده قطعنا البصل، ويلا بينا على حله سخنه فيها شويه سمنه على شويه زيت. هنزل بنص الكميه بتاعت البصل اللي انا قطعتها. هتحطي البصل الاول قبل اللحمه، هتنزلي بنص الكميه بس. هتقلبي كده وهتخلي البصل مجرد يدبل، مش هتنزلي باللحمه الاول، انا مش عايزه اللحمه تاخد اللون الغامق. عايزه البصل يدوب دبل، هتنزلي بقطع اللحمه زي ما اتفقنا. الخطوه دي مش بتخلي معاكي اللحمه تاخد لون غامق، كده كده هي دلوقتي هتاخد اللون، بس هتاخد اللون الطبيعي بتاعها. وهتقلبي كده وهتنزلي بالتوابل. التوابل عباره عن فلفل اسود، ورقتين لوري، معلقه كزبره، معلقه 7 بهارات، ونص معلقه قرفه. ايها زياده عن الملح والفلفل الاسود دي مجرد للتسكيره بس في التوابل، وما تكتريش عن كده. هتقلبي عشان اللحمه كده مع البصل تتطعم بالتوابل، وشم الريحه اللي هتجيب اخر الشارع. هي كده يعني بتاخد اللون مع البصل وبتطعم بالتوابل والبصل. ما تنسيش وانت بتتفرجي على الفيديو شير لاصحابك عشان يشوفوا الوصفه معاكي. على نار متوسطه كده هتنزلي بكوبايتين ميه، ما تزوديش ميه عن الكوبايتين، وكل ما تشرب الميه بتاعتها ولقيتيها لسه محتاجه سوا اديها بالكوبايه، ما تزوديش عن كده. وهدي النار عشان تنزل العصاره بتاعتها. هنوصل لحد 3/4 سوا. بعد كده هنضيف بقى بقيه الكميه للبصل. هنزل بقى بقيه كميه البصل اللي انا كنت مخلياها. هنزل كده، ونحتاجت ميه تاني، هي خلاص 3/4 سوا، ونحتاجت ميه تاني هديها نص كوبايه بس، وهوطي النار خالص عشان البصل ده يتكرمل ويدوب معاه. هننزل بمعلقه ملح، يعني معلقه وحاجه بسيطه، عشان انا نسيت احط لها الملح. اعمليها بالطريقه دي وهتلاقي اللحمه بتدوب في بقك مع شويه رز ابيض كده،
معمولين بمزاج مع شوية الصوص بتوع الكباب الحلة والبصل المكرمل، ودوقي احلى كباب حلة من ايدك. بسم الله. تحفة، والله العظيم تحفة. اللحمة دايبة. وبكده حبايبي نكون خلصنا كباب الحلة اللي طعمه بيخطف القلوب قبل العيون. جربوه بنفسكم وقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من خلط الزوزة. واشوفكم في وصفة جديدة، في امان الله.